عملت له وراح داس عليها اللي في تباطؤ بردك من محمد الحديدي في الليبرو، تباطؤ فيها في ان هو يخرجها، داس فيها حسني عبد ربه وعاملها بالعرض هايله للفضل اللي مكمل ومتابع وحطها. شوف هنا في اصرار من حسني عبد ربه، حطها جميله جدا لمحمد فضل. انا شايف ان اللقاء فيه تكافؤ اماميه ذكيه. عمر جمال يلعبها بالسنتيمتر، ادي اللمه من عبد الله السعيد، ممكن الثاني. يا الله، خلصها عبد الله السعيد. عبد الله السعيد وهدف التعزيز. الله 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 على الدراويش، الله على الجمال والمتعه والاثاره. بقول لحضراتكم عفوا والله محمد جابر في الصوره امام حضراتكم. اللمه الجميله من عبد الله السعيد، خدوا واحده بالقدم اليمين وبالشمال، والله على الجمال. بص باليمين والشمال، روعه روعه روعه. هدف رائع جدا، هدف على طريقه الكبار. شيء وعبد الله السعيد، عبد الله هوبا، جول جول يا جماله يا جماله. يمينه حطها له في الزاويه اداها له. عبد الله السعيد يعود من جديد في الدراويش. برازيل على الكره المصريه لاجواء اللقاء. التعادل، ولكن محطوطه ايه؟ محطوطه بايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. هدف عبد الله السعيد، شوف التركيز حطها ازاي، لمسه سحريه لمسه سحريه. وهات من جوه يا هيثم يا محمد، هات من جوه يا هيثم يا محمد. والعوده مره اخرى للدراويش. شكل تاني، الشوط التاني لسه كنت بقول لحضراتكم الشوط التاني مش هيبقى زي الاولاني، مش هو ده النادي الاسماعيلي والنادي المصري. ادي عبد الله السعيد وهدف التعادل. كلا الفريقين مره ثانيه. عبد الله السعيد، عبد الله ممكن يسدد، عبد الله جول جول. عبد الله السعيد لسه ممكن مش ممكن، مخطوفه خطف. يا جماله يا جماله، بيمينه حطها له في الشبكه اداها له على طول. على الثنائيه للنادي الاسماعيلي، ثنائيه عبد الله وثنائيه الدراويش. الدراويش مش ممكن يا جماعه. لسه ولا النادي الاسماعيلي هيرجع للقاء. ادي كوره الواحد واحد وتصويبه، ويا الله يا على الروعه. جول الى نقطه البدايه من جديد. بص شوف كوره الواحد واحد، تصويبه في الزاويه طبعا القريبه لكنها سريعه وقويه وتعلن عن العوده للاسماعيليه. برافو الاسماعيلي، رائع جدا النادي المصري. شوط ثاني رائع. قلنا هنشوف هدف لا محال، قلنا هنشوف هدف التعديل او هدف التعزيز. مهاب سعيد في الصوره يرجع بالصامبا وبرازيل مصر مره ثاني. يضغط محمد فضل في محاوله، يفوت محمد فضل، ممكن الثاني، ممكن الثاني جوه جون. ولما تحب عملوها، بص شوف خدها لنفسه واتعملت الوان تو والدبل باس او الهات وخد. قولوا اللي تقولوه على الهدف الثاني الجميل. خلينا في اللقاء. وجيه عبد العظيم يوزع في منتهى الخطوره، ممكن يا الله يا على كرة القدم. ممكن نتابع الاول الهجمه. محمد حمص يلعب يوزع منتهى الخطوره، ممكن تعمل الثالث، يا الله يا الله يا على روعه هذا اللقاء. حيرتينا ومتعتينا يا كرة القدم. يا لك من ساحرة يا الله على البطولة. لكن مهاب سعيد عنده رأي تاني وثالث وهدف ثالث. يا لها من روعة، يا له من لقاء مثير. هو أجمل. ادي على طول احمد صديق بالتخصص دلوقتي، ويلعب على طول صديق. هدف اول للدراويش، هدف اول للاسماعيلي. احمد صديق يحرز اول اهداف اللقاء. الحقيقه خلاص اصبح متخصص بركلات الجزاء، وشفناه في اللقاء السابق ايضا احرز هدف امام النادي الاهلي. ادي ركله الجزاء، والله الشناوي كان رايح معاها وكان ممكن يطلعها، لكن قويه زاحفه راحت على طول في الشباك. هدف اول للنادي الاسماعيلي وفرحه لعماد. تصل الى عاشور الادهم وفرصه للتسديد، عدلها تاني وراحت على يمينه مره ثانيه. يا سلام يا سلام يا سلام. الاستلام حلو من صديق، داس على كورته وعدى، لسه ماشي لسه مكمل، لعب الاماميه، فرصه انفراد ثانيه.
احمد علي كلاكيت تاني مره، المره دي قال له هجيب الجون هجيب الجون، هحط هدف، تقدم للنادي الاسماعيلي. هي دي المتعه، لسه بنقول الصنبه غايبه، قال لي لا موجوده، انا موجود، عبد الله السعيد موجود، يبقى في اهداف للنادي الاسماعيلي في مرمى النادي المصري. الحقيقه ليه اهداف في مرمى النادي المصري قبل المباراه بشكل عام. هذه محاوله من جديد لشرويده، شرويده واللمه والقدم اليسرى والتصليح، وعبد السلام، عبد السلام نجاح يسجل اول الاهداف، ينجح نجاح ويسجل اول الاهداف الخامس هذا الموسم مع النادي المصري. قادم في يناير الماضي فقط وعنده 5 اهداف بيعتلي بها قائمه الهدافين في النادي المصري. مهاب البينيه، احمد الجمل هدف التعادل، احمد الجمل هدف التعادل. البينيه 3 لمسات في منتهى الجمال، الجمل يعملها بباطن القدم في الزاويه الضيقه ويسجل هدف التعادل في الدقيقه 27 من زمن الشوط الثاني. احمد الجمل الباك اليمين ادي البينيه الجميله الرائعه الحقيقه، واحمد شريف هنا وتباطأ فيها، والجمل تحرك بشكل كويس ونوضع الحركه يحط فيها باطن القدم اليمنى في الزاويه الضيقه في حلق المرمى، يسجل بها هدف التعادل احمد الجمل.